تفوز بالقفص. ان شاء الله تحتفل بعيد ميلادك بقفص اليافسي. متمرس رياضة البوكسينج والجيجيتسو من جورجيا اللاعب ميرام موسي. مبارك حبيبي، شكرا جزيلا. إذن النزال القادم واحد من أبرز النزالات في حدث ICFC 19. المقاتل في الركن الأزرق ميرام موسي من جورجيا، العمر 25 سنة، الطول 187 سنتيمتر. الستايل MMA، ريكورد 10 فوز 0 خسارة 3 تعادل. يقابل واحد من ابرز الاسماء في الفنون القتاليه، البطل العراقي رياض حمزة الوائلي، العمر 33 سنة، الطول 172 سنتيمتر، الوزن 77. الاسلوب MMA، ريكورد 3 فوز 3 خسارة. طبعا حصل على عدة ألقاب في عدة رياضات قتالية، في الماي تاي والكيك بوكسينج. البطل رياض حمزة. إذن دخول البطل العراقي رياض حمزة الوائلي. طبعا بطل بطولة نايت اوف ووريرز. مقاتل يمتلك خبرة جدا كبيرة، يعني يميل للسترايكينج، لكن بالرغم من انه يميل للسترايكينج حركته المفضلة بالقتال الأرضي هي الكيمورا. تشجيع من قبل الجماهير المتواجدة، طبعا حضور جماهيري ممتاز، شباب محبين للفنون القتالية المختلطة. صراحة شعبية الفنون القتالية بدأت تنتشر، وهذا مؤشر جيد. بداية النزال، رياض حمزة يعني لحد الآن معالم النزال واضحة. محاولة للجلاتين، محاولة للجلاتين، محاولة من قبل البطل العراقي رياض حمزة، جلاتين تشوك. ركبة قوية، يعني يمتلك بنية جسدية جدا قوية. رياض حمزة مستمر بالضغط،
المقاتل الجورجي يمتلك دفاعات قوية، يحاول انه يسيطر بوضعية الكلوز جارد. ايقاف من قبل الحكم. يعني اللاعب الجورجي يحاول انه يحافظ على الوضع ويستمر باللكم. محاولة لأخذ جيد محاولة للسبمشن لكن ما نجح. الكيمورا، محاولة الكيمورا، الحركة المفضلة لرياض حمزة هي الكيمورا. مثل ما نوهت انه رياض حمزة يعني يفضل حركة الكيمورا بالقتال الارضي. دفاعات من قبل الجورجي. رجوع القتال للواقف. يعني ممتاز، اسقاط لرياض حمزة. يحاول اذا محاولة للرير تشوك، رير نيك تشوك. اذا استمر راح ينتهي النزال. اذا انتهى النزال بفوز البطل العراقي رياض حمزة الوائلي. مبارك للبطل العراقي. يعني صراحة قاتل بذكاء واستغل ثغرات الخصم. مبارك. الفائز بالتي كي او البطل رياض. اذا فوز البطل رياض حمزة بالتي كي او على مقاتل جورجي ميران موسم. يعني الحمد لله اليوم نتائج مشرفة للأبطال العراقيين، أدوا أداء ممتاز بجميع النزالات.